يا هلا بالغوالي. اليوم ان شاء الله رايحين نروبلوها بالقطارة الصحراوية نتاع زمان، ماهيش نتاع دركا كل واحد راهو كيفاش يخدمها. انا جبت لكم الريحة هذه من اللي خلقوا جدادنا وهما يديروها في ميناء نتاع قبل، ماهيش نتاع درك. راح نسحق سيرانك ونسحق اي ريحة عندك في البيت. الفيمينا جبت على اساس باللي من بكري كانت هذه الريحه، ريحه سبور من بكري هي كانت، يعني الليغو، يعني نقصد على الريحه نتاعها من قبل، ماهيش نتاع زمان. نستخدم ريحتين فقط، الريحه الاولى نستخدم فيمينا وريحه نستخدم سبور. جيبي لي البراس، اي براس عندكم قديمه في البيت، بغض النظر على الاواني المنزليه اللي تستخدمي، مستبعدي الاواني المنزليه لان راح تكون فيها الريحه قد ما تغسليها وقد ما دير لاجافيل رايحه تكون الريحه نتاع لي بارفان ديما كاينه. نجيبوا الريح، نجيبوا البراس القديمه هذيك، ونجيبوا اي بخور يفوح مليح عندك. هنا انا عن فكره استخدمت زوز بخورات، البخور اللي صنعته بيدي البخور الصحراوي والبخور الكويتي. شوفوا، نعرفوا البخور الكويتي انه الريحه نتاعو قاصحه، يعني الريحه تاعو قاطعه، ومن قوه الاسوداد نتاع يعني من قوه الاسوداد اللي يحلوا هذا البخور. حتى الاظافر تاعي تشوفوهم شويه كحوله، والايدين هنا كحوله، نظرا للصبغه اللي تجي في البخور الكويتي. المهم بدون اطاله خلطت هذوك الزوز بخورات، وحاولت اني نجيب المصفات نتاع البراس، عمرتها بخور يفوح مليح. ومن بعد جبت الفيمينا، فتحت القرعه ديراكت وصبيتها في البراس، وزدت لها شوي ريحه بخور، ريحه سبور، بلا ما نخلط لها الماء. البنات انا موالفه نطيبها بلا ماء، بصح نتوما كاول مره حاولي انك البراس تقسميها على 3، زوز ديريه مريحه، والثالث هذاك النصف الثالث عمريه ماء باش ينقص نسبه الكول، باش ما تشعلكش فيها النار. البنات ملاحظه الثانيه، باش ما تشعلش فيها النار حاولي انك ديري نار زرقاء وكانها طافيه، 3 دقائق تلقيها طلعت. يعني ما تقعدش كيما القهوه تطلع البراس طيب على مهلها، ولكن ثمثم تطلع، يعني تطلع فرد مره. هيا البنات رايحين نشوفوا الكيفيه. البنات ما تنسوش انكم تفعلوا لي الجرس وتبارطاجوا هذا الفيديو بيناتكم ونوصلوها الماكسيموم. دينا صحراوي راهي ديما مع جديد، وباذن الله رايحين نوصل لواحد المرحله انه كل حاجه نشوفوها في الاسواق ولا نشوفوها في المنتجات رايحين نخدموها بايدينا وابسط الطريقه وابسط المكونات. البنات لهنا نحاول اني نغلق البراس ونحللها نار قليله، وباذن الله تنجح معايا الفكره ورايحين تدعوا لي بالخير. البنات شوفوا لهنا انا فتحت المغطى هنا على اساس باش نشوفها نصورها لكم كي تعود تطلع كيفاش تطلع. بصح انتم يعني باش تتفادوا الخطر انكم تغلقوا البراس. وشوفوا النار هنايا كيفاش راهي زرقاء، اصلا ما تبانش باللي راهي شاعله، هي بمجرد برك بمجرد انه باش تطلع كي القهوه، انه كي تسخن البراس اوتوماتيكمون انه الريحه هذيك اللي لداخل رايحه تفيض للخارج. باش نتفادوا انه لانكول هذاك ما يشعلش فيه النار، حاولوا انكم النار تقللوها وديروها زرقاء. لهنا البنات راهي العمليه تمت بنجاح بعد 3 دقائق. شوفوا البخور الاسود كيفاش راهو طلع المصل. القطاره نسميها باللغه العربيه مصل البخور، يعني كشريحه في البخور ولا البخور كامل تطلع عن طريق التقطيع. طريقه ناجحه وجد ممتعه صراحه، يعني ريحتها الله الله من يعني تشميها عن بعد. ان شاء الله نتمنى كل بنت تديرها ولا كل فتاه ولا كل عروسه تديرها وتديرها كمشروع لنفسها ولا تعطيها كهديه. ثاني حاجة هذاك البخور يعني اللي طلعنا به في المصفات، هذاك اللي طلعنا به المصل نحاولوا انه نشفوه ورايحين نستخدموه
قطاره، يعني قطاره بطريقه ثانيه، قطاره الكاس. وباذن الله بعد هذا الفيديو اللي نحطه لكم رايحين نشوفوه. البنات بارطاجوا هذا الفيديو، خلي الاجر يعم، وباذن الله رايحه تكون معاكم فرصه.